أغرب 5 اكتشافات في المقابر حيرت العلماء. أولا، مطرقة ثور، أو كما يطلق عليه مطرقة الإله ثور. منذ مئات السنين تم العثور على أكثر من 1000 قطعة صغيرة على شكل المطرقة في مواقع مختلفة بشمال أوروبا، ولم يعرف المعنى المقصود به. وتم اكتشاف تميمة واحدة في بلدة كوبلاف عام 2014 الموجودة على جزيرة دنماركية. كان مكتوب عليها باللغة الرونية هيمر إكس إيز، بمعنى هذه مطرقة. تعود هذه المطرقة إلى إله الرعد ثور كما كان يسمى، الذي كان يملك مطرقة حربية سحرية تسمى ماغولينير، والتي عندما ترمى ترجع إلى يد صاحبها بعد أن تصيب هدفها. ثانيا، أنسجة المخ. يعتبر الموقع الأثري ويندوفر من الاكتشافات المهمة في مقاطعة بريفارد بالولايات فلوريدا الأمريكية. تم العثور عليه عام 1982 عند إنشاء مجموعة من العمال المحليين طريق مكان بركة، حيث اكتشف عامل الحفار عدة جماجم قام بإخراجها أثناء عملية الحفر. توقفت عملية التشييد وتم استدعاء فريق أثري، وعثرت على 129 محفوظة بشكل جيد، وتم انتشال الأنسجة المخ بحالة جيدة من الجماجم. وبعد دراسة ما يقارب من 90% من الجماجم، توصلت أن هذه الممارسات شائعة في العصر القديم قبل 6000 سنة بدفن الجثث في المياه، وبسبب خصائص الوحل الحافظة على البقايا الأنسجة. ثالثا، تقطيع أوصال حمار. وتعتبر أوغستين أقدم مستوطنة في أمريكا الشمالية، وتحمل قيمة تاريخية مهمة. ومع ذلك حيرت العلماء عند اكتشاف جثة حمار بثرت أوصاله عام 2007، وتم اكتشافه على يد عالم الآثار كارل دي هولبرت. ووفقا لكارل، قطعت أطراف الحمار قبل أن يدفن، وتم ترتيب أطرافه الأربعة بشكل غريب داخل المقبرة، ولم يفسر وجود الحمار بهذه الطريقة حتى الآن. رابعا، مومياء بيرو، وهي في وضع الجنين. تم اكتشافها منذ عام 2012 ببيرو في أمريكا الجنوبية، ويعود تاريخها إلى 1000 عام. عثر على المومياء وهي في وضع الجنين كالأطفال، ووجدت مع أكثر من 80 مومياء، كما عثر على هيكل آخر بموقع أثري يعود لحضارة الأنكا القديمة، وتم تقديمها كقربان في احتفاليات لطقس ما خاص بتلك الفترة. خامسا، جثة بدون رأس. وفي عام 2009 عثر علماء الآثار من جامعة إكسفورد على مقبرة في إنجلترا ترجع إلى العصور الوسطى. وجدوا في حجرة الدفن 54 جثة مدفونة دون أي متعلقات أو ممتلكات. كما اكتشفوا أن الرؤوس تم قطعها ووضعت بجوار الجثث قبل دفنها. وأشارت التحقيقات مستندة إلى أدلة الطب الشرعي إلى أن هذه الجثث ربما تكون نتيجة مذبحة قام بها شعب الفايكنج أثناء مداهمتهم للأراضي الأنجلوسكسونية. وفي النهاية، لا تبخلوا علينا بإعجاب لتقييمنا أو تعليق صغير لدعمنا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لتصلكم باقي حلقاتنا. إلى اللقاء.